احنا هنتكلم كوره يا برنس، هنتكلم كوره. ورقه وقلم وقول لي بس خط دفاع نادي الزمالك مين؟ يعني ورقه وقلم كده وقول لي خط دفاع الزمالك اللي بدا الماتش مين؟ تعالى معايا. عندك يا برنس عمر جابر كان ناحيه اليمين، مش في مستواه ده، مش عمر جابر ده من كام سنه ماشي. عندك الاثنين قلوب الدفاع اللي كانوا بيلعبوا مين بقى؟ المسلوسي كان بيلعب قلب دفاع النهارده اللي هو باك يمين اساسا، فانت جايبه بتلعبه مدافع سد خانه. مين اللي بيلعب جنب المسلوسي؟ عبد الغني. عبد الغني اللي الفتره الاخيره عمال يعمل كوارث في نادي الزمالك، والدفاعات نادي الزمالك بيلبس نادي الزمالك اجوان، تحس انه بيلعب ضد الزمالك مش معاهم ماشي. عندك الباك الشمال عبد الشافي اللاعب الكبير المحترم ماشي. انت عبد الشافي ده رجعته من الاعتزال، واحد اعتزل اساسا خلاص قال لك انا بطلت كوره مش قادر ادي في الملعب، انت جبت عبد الشافي من الاعتزال فانت خليته يلعب معاك عشان موضوع ازمه القيد وعندك مشكله في القيد واللعيبه والكلام ده كله. فانت لو جيت بصيت على خط دفاع نادي الزمالك ولا واحد ينفع يلعب في الزمالك، ولا واحد. شيل الاربعه دول، الاربعه ما ينفعوش، تحس ان الاربعه محطوطين في خط دفاع الزمالك بالغلط ماشي. الزمالك حرفيا يعني هم يعني 6 7 لعيبه يتعدوا على الصوابع هم اللي يفضلوا موجودين في الفرقه والباقي كله يمشي. انت متخيل الناس عملته على محمد طارق ده لعيب ناشئ في نادي الزمالك، اول لما طلع كان طلع مع البروف بتاعي كده فلعب ماتشين حلوين ماشي. محمد طارق انت جبته كده رحت منزله في ماتش المصري مكان عمر جابر، غلط غلطه يعني هو علامه استفهام في الماتش ماشي. عندك عبد الغني كان بيجري ورا مهاجم المصري اسمه قناوي، فكان بيجري ورا المهاجم، والمسلوسي ده واحد اساسا باك يمين متعود عليه يعمل سبرنتات وسرعات ويطلع ويهاجم، فهو ما كانش موجود. فمين اللي كان موجود في لحظه تسجيل الهدف؟ كان محمد طارق عمال يجري، الراجل عدى من وسط الثلاثه. فنادي الزمالك مشكلته ايه؟ مشكلته خط الدفاع كله من شماله ليمينه كله. فلازم اداره نادي الزمالك تشتغل شويه بقى. موضوع حل ازمه القيد لازم اداره الزمالك يعني تعمل في الهواء تشتغل فيها 100%، تشتغل فيها 200%. لازم حل ازمه القيد، والنادي الزمالك يعمل صفقات في يناير، لان الزمالك لو كمل كده لنهايه الموسم اخطاء دفاعيه هتبقى كارثيه. ليه بقى يا برنس؟ ولكن ركز في الكلمتين دول. ليه؟ لان الونش وحسام عبد المجيد هيرجعوا، ولكن مش هيرجعوا بقى بتوع زمان، لسه بقى يخشوا في فورمه المباريات والكلام ده، لسه هيبداوا ان الاثنين هيرجعوا. انت متخيل؟ فاكر الثنائيه بتاعت حسام عبد المجيد والونش كانوا قافلينها ضبه ومفتاح ورا ماشي. لكن ليه لازم حل ازمه القيد؟ لازم حل ازمه القيد والتعاقد مع مدافع وباك يمين وباك شمال، في فرق نص اللعيبه لازم تمشي. نادي الزمالك عليه علامه استفهام. ضربه الجزاء اللي جت عوض تألق. بص انتوا عارفين ان انا ما بخش في قصه التحكيم، انا اركن حوار التحكيم ده، ما بخش في قصه التحكيم، ولكن كوره عوض تألق قصاد ضربه الجزاء ماشي. عوض تألق قصاد ضربه الجزاء. انت بتتكلم ان الزمالك جات له كوره كان ممكن يسجل، ولا كورتين كان ممكن يسجل، ولكن الفرقه بشكل عام ناقصه يا جدعان، ناقصه فرقه الزمالك، ناقصه لعيبه. هتجيب لي مثلا حته قماشه تعمل لك بنطلون، انت عاوز تعمل منها بدله ازاي؟ يعني ازاي؟ اقنعني ازاي انت هتعملها؟ مش تعرف. هتقعد بقى تشد من هنا تشد، مش هتطلع احسن حاجه، ولازم تقطع اللي هو مثلا خساره مثلا. ما هو ده اللي بيحصل. انت كنت نادي الزمالك في افريقيا بيلاعب ابو سليم وسولار والناس دي كلها وسجراده، ده كله ماشي على الله ماشي، ولكن الناس تقول لك اول مواجهه للزمالك جامده. يا جماعه نادي الزمالك محتاج لعيبه، في لعيبه ما ينفعش تلعب في الزمالك، في لعيبه لازم تيجي عارفه قيمه الزمالك عامله ازاي. مباراه النهارده يعني اللي كان بيخلي نادي الزمالك يكسب في الماتشات اللي فاتت هي الروح اللي عند اللعيبه. الروح النهارده ما كانتش موجوده في فرقه الزمالك، حرفيا الروح ما كانتش موجوده. فانت بتتكلم روح الفرقه ما كانتش موجوده، اللي هي كانت بتغطي على اخطاء في بعض اللعيبه ماشي. وافتكر كلام زي ما قلت لك، خط دفاع الزمالك ولا واحد ينفع يلعب، ولا واحد ماشي. فالناس برضه بتتكلم على معتمد جمال. يا جماعه معتمد جمال مدرب هو نفسه عارف ان هو جاي مدرب مؤقت عبال ما يشوف. الاداره بتفكر صح ان هي مش عاوزه تتعاقد مع مدير فني اجنبي، وهي ما حلتش ازمه القيد، فهي عاوزه تحل ازمه القيد عشان المدرب الاجنبي لما يجي يشوف ويعمل طلباته يقول لك انا عاوز صفقات 1 2 3، الاداره تقدر ان هي تجيبها له ماشي. فلازم انت كفريق للزمالك او كجمهور لنادي الزمالك تدعم فريقك زي ما انا بدعم فريقي.
لازم مهما كان تفضل تدعم فريقك مهما كان بقى في الخساره في الكلام ده. في اخطاء، الاخطاء وارده جدا، فانت لازم طول الوقت انك تدعم الفريق وتركز. نادي الزمالك اي فريق بيخسر في الدنيا، ولكن الاخطاء الدفاعيه، اخطاء دفاعيه كبيره جدا جدا في مباراه المصري النهارده. ولكن هارد لك لجمهور نادي الزمالك واخواتي ما تزعلوش، وان شاء الله نادي الزمالك يعوض في الماتشات اللي جايه يا برنس. ومبروك لجمهور المصري البورسعيدي، فريق النهارده كان محترم جدا، لعب برده كوره على نادي الزمالك. مبروك لاخواتي برده المصراويه واخواتي الزملكاويه. سلام يا برنس.